يا بيتر انا حاسس اني تايه. حياتي متلخبطه، عامله زي البازل كده، كل ما اجمع حته تطلع مش في مكانها، وكل ما اعمل حاجه تبوظ وتفشل. ما تحكي لي يا مين، انت ليه دخلت اساسا هندسه وانا عارف ان انت بتحب الرسم والفنون من الاول؟ يا عم قالوا لي دي كليات قمه وليها مستقبل، والمهندس هيبقى باشا وضعه زي الفل، ليه مستقبل كمان، والناس بتعمل له الف حساب. دخلت الكليه وطلعت عيني في 5 سنين، وفي الاخر بشتغل داتا انتري في شركه شاحن، يعني ماليش علاقه بمجالي. طيب ولما جالك عرض تسافر دبي بمرتب مغري ليه ما سافرتش؟ مع اني كنت متحمس للفكره قوي يعني. يا عم قالوا لي الغربه مره والفلوس مش كل حاجه، وخليك جنب اهلك الستر اهم. قعدت جنب اهلي واديك شايف الحال، مش عارف اجيب حتى طقم كاوتش العربيه. ماشي. طب الخطوبه اللي فسختها من اسبوعين دي كانت تالت خطوبه ليك تقريبا. يا عم قالوا لي دي بنت حلال وبنت ناس هتريحك وهتظبطك وبنت مؤدبه وكويسه. خطبتها ولقينا نفسنا مش فاهمين بعض، وبعد ما خطبتها قالوا لي انت استعجلت وخطبتها بسرعه، ولما جيت افسخ الخطوبه قالوا لي استنى واصبر، يمكن بكره وبعد تتغير وتلاقي نفسكم متاقلمين على بعض. ولما فسخت قالوا لي استعجلت ليه وانت كده ضيعتها من ايدك. يعني انت يا مينا دخلت الكليه اللي قالوا لك عليها، واشتغلت الشغلانه اللي قالوا لك عليها، وما سافرتش البلد اللي كان نفسك تسافرها، وخطبت البنت اللي قالوا لك عليها برضه. طب انت فين؟ فين مينا من كل ده؟ انا موجود اهو. بس تصدق حتى لما جيت اطلب القهوه سالت الراجل ايه احسن مشروب عندكم، فقال لي لاتيه، وانا عندي حساسيه اساسا من كل انواع اللبن. يعني انت مش عايش حياتك، انت عايش ورا كلام الناس. اصل الناس قالت لي، اصل الناس قالوا لي، وفلان قال لي. يا ابني فكك من الناس، اعمل حاجه اللي تريحك وعلى مزاجك. كلام الناس مش هيودي ولا هيجيب ولا ولما انت تلبس في المصيبه هم اول ناس هتهرب وهيقول لك ليه، فين مخك كان. تصدق عندك حق، انا لازم اغير حياتي. بص بالصدفه اهو انا بتكلم معاك على الفيسبوك، واحد كاتب ازاي تغير حياتك في 3 خطوات. لما كتبت في الكومنتات حد جرب الطريقه دي، الناس قالوا لي ان الطريقه دي جباره وشغاله معاهم. يا ابني ارحمني خلاص بقى، انت لسه بتقول الناس قالوا لي؟ ونقول مسا مسا على الناس الكويسه والمتفلسفه والمتفزلكه. اهلا بيك يا فزلوك الصغير في حلقه جديده من برنامج فزلكه وشويه دردشه، واللي بنناقش فيه موضوعات اجتماعيه ونفسيه وروحيه. المره دي هنكمل كلام في اخطر جريمه بتحصل فينا، وهي طريقه تفكيرنا. في الحلقه اللي فاتت سيبناكم مع البيجامه الكستور. مصر وقتها كانت لسه بتعافر، بتتامل، عندها صبر وامل. والنهارده الباب اتفتح يا فزلوك الصغير. مصر في 73 كانت خارجه من حرب منتصره فيها بكرامه مسترده. البيجامه الكستور كانت لسه موجوده، لكنها كانت مستنيه القميص المشجر بتاع الانفتاح. هنكمل قصتنا النهارده وهنشوف تاثير الانفتاح والهجره للخليج على المصري والفهلوي، وهنشوف ازاي حماده وعاطف اتغيروا. يلا فنجان الاسبريسو بتاعك واعمل حسابك هتلبس معايا القميص المشجر النهارده. اهلا بيك يا فزلوك الصغير في الجزء الثاني من سلسله رحله الفهلاوي. النهارده هنحكي عن عصر الانفتاح والهجره، اولاد الاصول، وظهور حاجه جديده اسمها الاستهلاك المظهري. هنفهم ازاي المصري تحول من انسان بيزرع لانسان بيشتري، وازاي لما حماده رجع من الخليج ما بناش مصنع لكن بنى عماره طوب احمر في وسط الاراضي الزراعيه اللي كان بيزرعها. في الستينات المثل بيقول الرزق على الله، في الثمانينات الرزق على الخليج، في الالفينات الرزق على القروض والكريدت كارد. السبعينات العقد اللي غير كل حاجة في مصر، العقد اللي دخلت فيه مصر حاجة اسمها الانفتاح. يعني ايه الانفتاح؟ يعني فجأة الناس اللي كانت بتاكل عيش وملح عادي شافت جيرانها بيشتروا عربيات ويبنوا عمارات. يعني الموظف اللي كان بياخد 20 جنيه في الشهر، جلال أمين في كتابه ماذا حدث للمصريين بيوصف ده ويقول ان الموظف الغلبان ده لقي نفسه افقر من السباك اللي سافر الخليج. العصر يا فزلوك الصغير اللي اشتهر بجملة اللي ما اختناش في عصر الانفتاح عمره ما هيختني خالص. تعالوا نتعرف على حماده. حماده شاب في اواخر العشرينات من عمره، كان بيشتغل سباك في حي شعبي، وكان بيجمع قرش على قرش عشان يتجوز. فجأة سمع ان في بلاد بعيدة اسمها الخليج فيها فلوس كتير ومحتاجين ناس تشتغل. بس حماه قال له يا فزلوك الصغير وانت مسافر وحد جاهز جه يتقدم للبنت نعمل ايه؟ فقال له الجاهز يشيل. حماده سافر زي ملايين الشباب اللي سافر في السبعينات والثمانينات للخليج، ساب اهله، ساب خطيبته، ساب الحي اللي اتربى فيه، وراح لدنيا جديدة جدا محدش يعرفها. خلي بالك يا فزلوك الصغير، المصري عمره ما بتاع هجرة ولا سفر، هو من اول يوم في حياته هو بيعشق تراب البلد دي ويخاف من الهجرة والوحدة. رجعوا في ايده شنطة كبيرة جدا كان فيها حاجات محدش في الحتة بتاعته كان شافها قبل كده، راديو، كاسيت ضخم، هدوم بالوان مبهرجة، شوية شعر ابيض. الشنطة في الوقت ده كان اسمها الشنطة الدبلوماسي. حماده كان يفتحها قدام الجيران والناس كانت بتتفرج كانها بتتفرج على فيلم سينما. الراديو الكاسيت الضخم ده كان رمز للوجاهة الاجتماعية، لو ما عندكش واحد يبقى انت فاشل. حماده رجع بكاسيت وثلاجة
بس خسر حرفة. أول حاجة عملها حمادة إنه اشترى قطعة أرض في وسط الأراضي الزراعية اللي كان بيزرعها أبوه، وبنى عليها عمارة طوب أحمر 4 أدوار. ليه؟ عشان المكانة الاجتماعية وسط الناس، وعشان يضمن شقة لكل عيل من عياله. بس تعالوا نشوف الصدمة من زاوية تاني. في موظف محترم اسمه عاطف. عاطف ده موظف في الحكومة، متعلم ومعاه شهادة وبيشتغل طول الليل والنهار، وآخر الشهر بياخد مرتب ما يكفوش هو وأسرته لمدة أسبوع. عاطف بيلاقي حمادة السباك اللي كان شغال عنده قبل ما يسافر رجع بعربية جديدة واتجوز بنت الجيران وبنى عمارة. وهنا حصلت الصدمة، وفجأة ظهر ناس مش معروفين، ناس قاعدين في البيوت ما كانش ليهم أي وجود، ظهروا ومعاهم عربيات فارهة وعقارات وشيكات. الناس سموهم وقتها أولاد الأصول. دول كانوا السماسرة بتوع الأراضي والمستوردين بتوع الأجهزة الكهربية واللي بيشتغل في العمله، والمقاول اللي عرف يشتري قطعه ارض رخيصه ويبيعها بضعف السعر بعد سنه. جلال امين في كتابه ماذا حدث للمصريين بيوصف المرحله دي وبيقول: فجاه بقى في مجموعه من الناس بتملك ثروات هائله وطائله بين عشيه وضحاها من خلال السمسره والاستيراد والعمله، لكن الموظف العادي البسيط كان بيتخلف كل يوم عن المنافسه دي والصراع ده. ويكمل جلال امين ويقول ان بسبب الظروف دي المجتمع المصري شهد وشاف حراك اجتماعي عنيف وسريع جدا خلال نص قرن. طبقات كامله صعدت فجاه بس بدون ما يتغير وعيها بنفس الدرجه وبنفس الكفايه، وبدانا نشوف صراع الطبقات العاليه لما نزلت بدات متشبثه بسلوكياتها الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه والماديه كمان عشان خافت على هويتها من التهديد. والطبقات الدنيا والوسطى لما طلعت بدات تقلد الطبقات العاليه عشان تحس بمكانتها وقيمتها في المجتمع. حماده عرف ان الفلوس مش كفايه عشان تحس انك انت موجود، لازم تشتري حاجات تخلي الناس تشوفك بيها وليك قيمه ومقبول وسطيهم. وهنا وصلنا لاهم ظاهره في العصر ده واسمها الاستهلاك المظهري. ايه هو الاستهلاك المظهري ده؟ هو انك تشتري حاجه مش عشان محتاجها لكن عشان تبان انك ناجح قدام الناس. تشتري عربيه احدث موديل مش عشان القديمه خربت لكن عشان جارك او اخوك جاب واحده احسن. تبني دور ثالث في العماره مش عشان عيالك كبرت لكن عشان محدش يبقى احسن منك. الراديو الكاسيت ده ما كانش عشان تسمع اغاني، ده كان عشان الجيران تشوفه في الصاله ويقولوا: يا العربيه مش مجرد وسيله مواصلات، العربيه بقت قضيه وجود. لو عربيتك قديمه او مخبوطه يبقى انت فاشل. الفرح زمان كان في البيت او في الشارع، اكل بلدي والناس بتزغرط والكل مبسوط. دلوقتي الفرح بقي في قاعه في فندق 5 نجوم، لازم فوتو سيشن، لازم فرقه موسيقيه مدى 6000 سنين عشان ليله واحده. الفرح يا فزلوك الصغير بقى اشبه بحفله توزيع جوائز اوسكار، لكن الجوائز مش جايزه احسن ممثل ولا جايزه احسن عريس، لكن جايزه مين اكتر واحد استدان. وبقينا عايشين في عصر لغته انا املك اذا انا موجود. وبعد ما بيخلص الفرح يا فزلوك الصغير ويروحوا مع بعض وتشيل كل الميك اب بتاعها، يبص لها ويقول: هي دي اللي انا استلفت عشانها كل الفلوس دي، وتبدا رحله محاوله التخلص منها. بعد فتره يا فزلوك الصغير اللي ما سافروش بداوا يحسوا بالاحباط. كانوا بيشوفوا اللي سافر 2 سنين بس رجعوا بفلوس كتيره وبنوا شقه واشتروا عربيه وهم لسه في شقق الايجار القديم. في نفس الوقت الناس اللي ما قدرتش تسافر او تبني هجرت من الريف للمدينه وجات القاهره، وبدانا نشوف ظاهره العشوائيات. طيب الفلوس اللي جت من الخليج راحت فين؟ مش في المصانع ولا في شركات انتاجيه، راحت في حاجه اسمها استثمار مظهري، راحت في بناء عمارات طوب احمر على اراضي زراعيه، في شراء عربيات، كلها استثمارات بتجيب فلوس سريعه لكن مش بتضيف استدامه للاقتصاد. لكن بيكمل جلال امين ويقول: لما يتحول المجتمع لمجتمع استهلاكي بتحصل تغيرات نفسيه غريبه، اهمها ان قيمه الانسان بتبقى مرتبطه باللي بيملكه مش بهو مين. والهويه بقت انا املك ايه. فتلاقي شخص يحس انه اقل من غيره عشان بس سيارته اقدم او تليفونه ارخص او سكنه في حي متواضع شويه. وهنا بتحصل المفارقه، المجتمع الاستهلاكي مش بيعمل سعاده لكن بيعمل حاجه اسمها القلق الدايم، عشان هناك لسه في حاجه احدث لازم تشتريها. لما الفلوس تبقى هي الهدف الأسمى وقتها القيم التقليدية بتتراجع وبيحصل تآكل في كل حاجة. الرشوة بقى اسمها إكرامية، تخليص الورق والمصالح بالشاي بالياسمين بقى جزء من النظام والروتين اليومي، ولو ما عندكش واسطة تقعد سنة عشان تخلص المعاملة بتاعتك. الغش بقى شطارة، واللي بيمشي زي ما بيقول الكتاب يبقى غبي. الانضباط اختفى، مفيش طابور، مفيش نظام، مفيش احترام للمواعيد، مفيش إتقان للشغل، وكل حاجة على قد فلوسهم. جلال أمين بيقول كمان إن الانفتاح خلق أخلاق جديدة ما كانتش موجودة، أهمها ان القيم والمبادئ ما بقتش غايه في حد ذاتها لكنها وسيله للحصول على مزيد من المال. بقينا زي اللي بيقول الضمير ده فعلا حاجه غاليه مهمه بس انا مش معايا ثمنه اساسا. السينما كانت مرايه لكل ده، فيلم ابناء الصمت عبر عن السبعينات، فيلم الكيف عن الثمانينات اللي جسد ببراعه صراع القيم وقتها. المزاج بقى اهم من العلم، الاغاني كمان اتغيرت من ام كلثوم لاحمد عدويه في الثمانينات اللي كان بيمثل الفرفشه، هروب من الواقع الصعب اللي الناس بتعيشه. في الثمانينات حميد الشاعري عمل ثوره كبيره في التوزيع الموسيقي، وبدات الاغنيه تبقى سريعه وخفيفه. الدراما التلفزيونيه كمان كانت حاضره، مسلسلات زي ليالي الحلميه ورأفت الهجان كانت بتعبر بشكل حقيقي عن تحولات المجتمع وصراعاته. والاعلانات، من اعلانات شاي ليبتون البسيطه في الستينات لاعلانات رمضان الضخمه
اللي بقت مهرجان استهلاكي ضخم في التسعينات. في وسط كل التحولات دي يا فزلوك الصغير في حاجه مهمه جدا وخطيره جدا حصلت بس ما حدش بيتكلم عنها كتير، المراه المصريه ودورها في المجتمع. في الستينات والسبعينات صوره المراه في المجتمع تقريبا كانت واضحه، ست البيت اللي تطبخ وتربي العيال تستنى جوزها. طبعا دي كانت الصوره النمطيه في الوقت ده. الواقع ستات كتير كانت بتشتغل في الزراعه والمصانع كمان، لكن الفكره العامه ان الست تشتغل بره البيت ده ما كانش سائد كتير. مع الانفتاح والضغوط الاقتصاديه بقى من الطبيعي ان الست تدور على مصدر ده. التعليم المجاني وصل لمرحله الجامعه وبدات الست تخرج وتتعلم وتشتغل في كل حاجه تقريبا. الجدات يا فزلوك الصغير زمان كانوا بيعرفوا يقروا الفنجان، والبنات دلوقتي بيشتغلوا والرجاله بتطبخ وتعمل احلى اكل. وما تنساش تتابع وصفات السحريه في الاكل. والنتيجه الست المصريه بقى ليها دخل، بقى ليها راي في قرارات البيت، بقى ليها كلمه في اختياراتها الشخصيه. ده اثر على الزواج. لما ست يكون ليها استقلالها المادي بتقدر تاخد وقتها في الاختيار، ما بقاش لازم تتجوز عشان تخفف المسؤوليه عن اهلها، بقت بتصرف على نفسها. وده احد اسباب ارتفاع سن الجواز. في الستينات كانوا بيقولوا للبنت يا بنت الجواز سنه الحياه. في التسعينات بقوا يقولوا الجواز اختياري. النهارده البنت بتقول الجواز ده اوبشن من اوبشنز كتيره جدا موجوده في السوق. نرجع تاني لحماده يا فزلوك الصغير بعد ما رجع من الخليج. هو رجع مش بس بفلوس واجهزه، رجع بحاجه تانية مختلفه تماما، تدين مختلف. المصريين بطبعهم شعب متدين، مش بس في المظاهر، في القلوب والبيوت والمساجد والكنائس. لكن فجاه التدين بقى بزنس، بقى موضه، بقى هويه. الحجاب اختلف شكله، اللحيه بقت اطول. مش مشكلة في التدين نفسه، المشكلة انه بقى مجرد شكل عند بعض الناس مش الجوهر نفسه. بقى وسيلة للتميز الاجتماعي والتفرقة بين الناس، مش وسيلة للقرب من الله. النتيجة النهائية لكل ده هي الانفصام القيمي. بقينا مجتمع حريص جدا على الشكل الديني ومنفصل تماما عن الجوهر الاخلاقي. الشخص ممكن يتخانق معاك عشان الصلاة او عشان حد فاطر في الشارع، وده بنشوفه كل يوم، لكن ما بيشوفش مشكلة ابدا انه يشتم ويسب الدين وهو صايم، ياخد رشوة ويسميها اكرامية، او يغش في الميزان ويسميه شطارة. يا فزلوك الصغير الجزء الثاني خلص، وحماده بقى باشا في المنطقه بتاعته. الارض الزراعيه اللي كان ابوه بيزرعها بقت عماره، والجيران بقوا يحسدوه. لكن هل حماده كان مبسوط؟ معرفش. في الألفينات مصر كانت مجتمع متمزق جدا، طبقة أثرياء جدا عايشة في جزر معزولة، وطبقة وسطى بتغرق، طبقة فقيرة بتنفجر. القميص المشجر بقى قديم، وبدأنا نسمع عن حاجات جديدة زي الكومباوند، وظهرت مدينتي والرحاب والمدن الجديدة دي كلها، وبدأ عصر الأسوار والعشوائي. في الحلقة الجاية والأخيرة يا فزلوك الصغير هنشوف حمى الصعود في رحلة الفهلاوي بتاعنا، وازاي وصلت لقمة الجنون، وازاي جنريشن زي اللي اتولد والموبايل في ايده ورث صراعات وتحديات ملوش ذنب فيها. استناني الأسبوع اللي جاي يا فزلوك الصغير في حلقة جديدة من برنامج فزلكة وشوية دردشة. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو ده، وتشترك في قناتي على اليوتيوب وتفعل الجرس.